عالسلامة، مرحبا بكم متابعينا. اليوم جبنا لكم فلفل محشي، حاجة جديدة وبنينة. نبدو في مكونات. عنا 500 غرام سكالوب، 500 غرام أرز، عنا فلفل حلو ممكن نشروه قد بعضاه برك، عنا بيضتين، وعنا كعبتين كبار تاع طماطم، زوز سنة ثوم، عنا فرماج، عنا كركم، فلفل اكحل، وزوز فص ثوم، وملح. نبدو في طريقة التحضير. وعنا ونجية طماطم مصبرة. نبدو في التحضير. نخلط الرز مع السكالوب، وما تنسوش السكالوب طيبناه في سنة ثوم، شوية فلفل اكحل وكركم وزيت باش يجينا بنين. نرمو المكونات كلها مع بعضاها: الثوم، الملح، الفلفل الاكحل، كركم نكثروا شوية باش يجينا بنين، ونخلطوا المكونات كلها مع بعضاها حتى نتحصلوا على خليط. ونضيفوا بيضتين، ونضيفوا الفرماج اللي عندكم في الدار، الفرماج يكون طري. نخلطوه مع الخليط تاعنا، وعلى بالكم باللي الفرماج يبنن الماكله كيما راكم تشوفوا. نخلطوا الخليط كله مع بعضه حتى تحصلوا على خليط. ونضيفوا كإضافة فرماج اللي عندكم في الدار، فرماج ربي. ومن بعد نبدو باش نحشو الفلفل تاعنا، نحشوه بالوحده. وباش نقولكم بركه كي تشرو الفلفل الحلو يكون قد بعضاه، كبير شويه. ونبدو في الحشو، نحشو الفلفل تاعنا حتى نعمروا الفلفل، نحشوه مليح حتى يتعمر لينا مليح. نحشو كامل الفلفل اللي عنا، نحشوه كل هكا كما راكم تشوفوا حتى نكملوا الفلفل تاعنا كل. ومن بعد نحط واك الكعبتين تاعنا الطماطم اللي ربيناها، نحطوها نقلوها في شويه زيت، شويه ملح، شويه فلفل اكحل، كركم، ونضيفوا مغرفه طماطم مصبره والعكري، فلفل عكري، ونخلطوا مليح المزيج تاعنا ونخلوه يتقلى. ونضيفوا غنجيه سكر صغيره برك باش ما يجيناش الصوص تاعنا حامض، ونخلوه يتقلى شويه. ومن بعد كما راكم تشوفوا حشينا الفلفل تاعنا الكل. من بعد نقلوه، نحطوه في المقله، يكون الزيت سخون، ونحطوا الفلفل تاعنا كله في المقله، يتقلى مليح حتى يحمر ويذبل، يتب مليح كيما راكم. ومن بعد هاو الفلفل تاعنا تقلى وحمار مليح، نحطوه ما تنسوش نحطوه في لاصوص تاعنا اللي طيبناها يغلى شويه برك. وكما راكم تشوفوا هاو الطبق تاعنا جاهز. بالصحه والهنا. ما تنسوناش الاشتراك في القناه ولي جيم، وبالصحه والهنا.